وصفة سهلة خالص كده وسريعة لجوع آخر الليل، يلا نبدأ نشوف عملناها ازاي. معانا عيش تورتيلا أو رقاق طري، أو لو حتى جلاش هنعمله بالشكل ده كده زي المروحة، ونرصه ونظبطه في الطاجن بتاعنا. ومعايا بقى أي حشوة تحبوها، جبنة بيضة، جبنة رومي، لانشون، طماطم وفلفل، ومعايا ورق نعناع ريحته طعمه جميل جدا في الوصفة. حطيت اللانشون وزعته بالشكل ده كده ما بين الطبقات، والجبنة الرومي مديها طعم جميل جدا. طبعا عايزين تستبدلوها بقى بأي نوع جبنة موجودة عندكم. المهم ان اللي ده موجود عندنا. حطيت الفلفل والطماطم متقطع كده، وحطيت الجبنة البيضة اي نوع برضو تفضلوه، وورق النعناع. بس هحاول ادخل الورق جوه كده عشان ما يتحرقش مني في الفرن. وهسقيه بقى معايا بيضتين، وهحط لها معلقه صغيره مليانه كده من الملح عشان يطعم الطاجن كله، والفلفل. وضربت البيض كويس، وبعدين هسقيه بقى بكوبايه ونص من اللبن كمان. بيبقى جميل جدا لما بيتسقي بالشكل ده، بيطلع طري من جوه ومن بره بيبقى مقرمش وجميل. عايزين تزودوا له كمان معلقتين كبار من السمنه السايحه يرجع لكم، بس هو خفيف برضو جميل كده. هحط على الوش شويه فلفل، وهدخله الفرن هيتحمر من فوق، بيبقى مقرمش وخطير، ومن جوه طري، وطعمه بجد يجنن. الطعم قريب كده من البيتزا، بس تحسي كده النكهات جميلة مع بعض. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم.